امتى مريض الصدفية يروح لدكتور روماتيزم؟ وليه يروح لدكتور روماتيزم؟ وايه هي الاعراض اللي تخليه يتوجه لدكتور روماتيزم؟ وهل العلاج بيبقى من دكتور روماتيزم ولا من دكتور مناعة ولا من دكتور جلدية؟ النهاردة هنتكلم على الروماتويد الصدفي. اهلا وسهلا بكم في دمتم سالمين. 30% من مرضى الصدفية بيجي لهم روماتويد صدفي. ايه هي الاعراض اللي تخليني اروح لدكتور روماتيزم؟ 1. وجع في المفاصل، مفاصل الايدين او مفاصل الركبتين او حتى مفاصل الفخذين. 2. وجع في الظهر، بيصحيني من نوم الفجر او يجي في الاليتين يتنقل من ناحية لناحية. 3. وجع في الاوتار، الكوع، الركبتين، كعب الرجل، العرقوب. 4. ان يحصل التهاب قزحي في العين. 5. ان فجأة الصوابع تتخن وتورم وتبقى عاملة زي صباع السجق. الروماتويد الصدفي علاجه بينقسم الى جزئين: جزء ادوية تقليدية وجزء ادوية بيولوجية، ودي تقدمت تقدم كبير جدا، وبقى فيه جزء منها كمان ثمنه رخيص. وبالتالي اي مريض صدفية ما يضيعش الفرصة على نفسه لو حس بأي آلام ويروح لدكتور الروماتيزم. طب هي الأدوية دي بتحسن الجلد ولا بتحسن المفاصل؟ الأدوية دي بتحسن الاتنين، بتحسن الجلد والمفاصل. والشيء بالشيء يذكر، مش شرط ان مريض روماتويد الصدفي او الصدفية عشان جلده نشط مفاصله تنشط، او العكس. مفيش ارتباط ما بين نشاط الجلد ونشاط المفاصل، انما العلاج بيعالج الاتنين. هدفي هو ان اوعي مرضى الصدفيه امتى يشكوا ان عندهم التهاب في المفاصل، لان الحقيقه ده من ضمن الامراض اللي تشخيصها بيحصل متاخر قوي في كتير من المرضى. علشان كده اي عرض من الخمسه اللي انا قلتهم ده حصل، تتوجه على طول لدكتور روماتيزم، وباذن الله سبحانه وتعالى يتم تشخيصك مبكرا ونبدا العلاج بدري. ودمتم سالمين.